سيدي في انتفاضة النجف هل حدث شيء أنت تقره؟ أنا اطمئنانا قلبا أقر بعض الأمور المعنوية وليست المعجزة. هذا الذي يقول أنا أضرب طلقي يخترق الجسد ولا يموت اللي مقابلي، من الأمريكان قالوا موجودة التصريح حتى في الفضائيات طلع يقول أضرب ما يخترق جسده ولا يموت. وكأنه شبه جنود إلهيين للرعب، احنا ما نقول أكثر من ذلك، يرعب الأعداء. أقل هذه قدسية النجف إذا مو قدسية الجيش المهدي، خاف ما يقبلون قدسية الجيش المهدي، قدسية أرض النجف، المقابر وكذا وكذا. ويأكل روايات أنه يخرج من في القبور وكذا ويحارب. في الدعاء كل هاي الكرامات. نعم. اللهم اخرجني من قبري متجرا كفني شاهدا سيفي. هذا ما مضمون هذا الكلام سيدي، انه يعني هو دعاء مو نص يتطبق او ينطبق، ويوجد في عالم اخر ايضا ينطبق. نعم. في عوالم اخرى او بعض. سيدي كثافة القصف الجوي لمدينة النجف وفي الحقيقة قياسا نسبية او القياس النسبي جاءت المسح. نعم هذا الكلام، لكن ما المسح هاي مرة ثانية شيء مرة في زمن صدام عليه اللعنة. نعم. هم قصف تسمع قصف تطلع تلقى ما بيشيل المدينة. الآن هاي أنا كنت بالبداية في الحضرة قلت إنه انتهت النجف، بعدين طلعت لا يعني أكو بس تأثير نسبيا مقارنة ويا القصف الجوي، وإن كان هو الخدش في مدينة النجف يعتبر كبير، بس بالنسبة للقصف الهائل هذا يعتبر قليل للشر الذي صبته أمريكا عليها والحمم التي ذبتها عن النجف حبيبي كثيرة، لكن مع ذلك أمين الله كفيل في حمايته. هذا لا يكون مصداق من توقف أسلحتهم أي عدم إتاحة؟ احتمال، ليش لا؟ كأطروحة لا بأس بها، أنه يعني فعالية أسلحتهم تكون قليلة. إيه لا بأس كأطروحة لا بأس بها.